معلش يا شباب، بكره او بعده هنزل لكم الفيديو بتاع التراكنج زي ما وعدتكم. معلش انا سجلت لقيت الفيديو ساعة برضو علشان كان في شرح كتير يعني وكده. فبظبط الفيديو وبعمل له شويه edit كده، بحاول ان انا اقلل المده بتاعته على قد ما اقدر. اصلا الفيديو ده كان جزء من الفيديو الكبير اللي هو الساعه اللي انا كنت بسجله لل VFX والكاميرا تراكنج اللي هو الجزء التاني ده. استنوني ان شاء الله هينزل لكم في اقرب وقت يعني. وما تنسونيش بقى، اعملوا لي سبسكرايب، اعملوا لي لايك، اعملوا لي كومنت، يعني الحاجات اللي هي بتساعد في دعم الفيديوهات يعني، وفي دعم القناه دي. ولكن قبل ما ابدا، عايز بس اقول لكم يعني على ادون جديد حلو جدا من حد اجنبي يعني عامله. بصراحة هو ده مش اعلان ولا حاجة، الادون فري على فكرة، بس الادون فعلا جامد جدا، هيفيدكم في حاجات كتير جدا. فقلت ان انا يعني اشاركه معكم. الادون ده هو بيحل مشكلة ايه دلوقتي. لو انت واحد مثلا ك 3 دي ارتست او بتشتغل يعني في السي جي اي وكده، بتنزل مثلا موديلز من على موقع زي سكتش فاب او كده. فدايما الادونز قصدي الاسيتس او المودلز يعني اللي بنجيبها من المواقع دي بتبقى حاجه بالشكل ده. ده مثلا موديل انا جايبه من على سكتش فاب، هو بس صغير قوي فنكبره شويه علشان نشوف. تمام. فبينزل بالشكل ده. طبعا احنا يعني عارفين ان الف ب موديلنج، او يعني علشان ما يحصلش مشاكل في التكستر والشغل بتاعك يعني، والريندر والاضاءات والشادو والكلام ده كله. فالمفروض ان الفيسز عندك تبقى مربعات كوادز، تمام، مش مثلثات بالشكل ده. ده غير طبعا المشكلة التانية ان هو اصلا بيبقى فيه فيردز كتير. انت يعني لو احنا مثلا عملنا كده باي اول وعملنا ام ميرج باي ديستانس، هتلاقي فيه هنا 500 فيرتسز اتعمل لهم ريموف، تمام. ولكن أنا مش عايز اعمل ريموف لحاجه دلوقتي. تمام. في الطبيعي قبل الادون ده يعني ما يظهر ويشوفه، هو ادون لسه نازل جديد جدا يعني، لسه نازل الاسبوع اللي فات. قبل ما الادون ده يبقى موجود كنا بنحل مشكله زي دي ازاي؟ ان احنا بندخل على ايديت مود وبنعمل سيلكت لكل حاجه يعني ايه، ونروح على كليك يمين يعني، ومش تول دي المفروض ان هي ادون. تروح على جيت اكستنشن، هنا هي يعني ادون فري يعني، اسمها مش تول. اهي اديت مش تول، وبتنزلها على البرنامج عندك. ودي بتفتح لك انك انت لما تبقى في الايديت مود تضغط كليك يمين تروح على مش تول كده، تلاقي عندك ترايز تو كوادز، او الاختصار بتاعها الت جي، وبتحولهم لك كوادز بالشكل ده. طبعا مش كله يعني، ولكن هي بتحاول ان هي تحل لك المشكله على يعني على قدر الامكان يعني. وبعد كده بنروح عاملين ام ميرج باي ديستانس، فتمسح لك الفيرتسز الزياده. ده حل، ولكن الحل ده ساعات يعني ساعات بيسيب لك برضو بعض المشاكل في ايه؟ انك انت بتلاقي هنا بقى يعني، في لو لاحظنا ثانيه واحده. مم، مش باينه هنا، ولكن لا لو قربنا شويه هتلاقي، شوف في هنا بقى في يعني، عارف انت مشاكل في التكستر. لو جيت تغير التكستر ولا حاجة هيبقى في بعض المشاكل شوية. تمام. ما اعرفش الموقف ده اتكرر معاكم، بس اكيد اتكرر معاكم، لان لو انت نزلت حاجة من على النت، موديل من على النت، وجيت تشتغل عليه هتلاقي بعض المشاكل دي يعني بقت معاك في التكستر واللايتنج وكده. طيب، حاجة زي دي بقى هنحلها ازاي؟ تعالى قبل ما اعمل كل حاجة اهو. الادون الجديد ده، انت بتحدد الحاجة كده، بتروح على ايديت مود، تفتح هنا ان هو الادون اسمه، اظن نسيت نسيت احضر قبل الفيديو، معلش. الادون كان اسمه ايه؟ اوكي يا جماعه، كنت ناسي احضر بس قبل الفيديو الادون يعني واسمه وكده، فمعلش اعذروني، الواحد بيستخدم ادونز كتير قوي. فالمهم يعني ان انا خدت جولة كده لحد ما جبت الادون تاني يعني، وزي ما قلت لكم هرفع لكم اللينك بتاع التحميل بتاعه في الديسكريبشن. المهم الادون ده بيعمل ايه؟ انك انت بتروح على edit مود كده، تمام، تحدد كل حاجه، او من غير ما تحدد كل حاجه عادي بتروح على ان. هو اسم الادون كلين ريميشر. راح هنا كلين، او مش كلينر ده الادون. تمام. طبعا
بتنزله من على اللينك وبتعمل له انستال فروم ديسك من هنا، وبتنزله عادي زي ما بتنزل اي ادون من على النت يعني. ده بيفتح لك هنا فيتشر. لو رحنا هنا على ان مش كلينر، تمام. ده بيعمل ايه بقى؟ اول حاجه بتقول له هنا في عندك هنا تشيك دبلز، تمام. فلما بتقول له تشيك دبلز بيطلع لك هنا الفيرتسز الزياده يعني. عندك هنا 1022 ريموف، خلاص شال لك كل الدبلز اللي معموله هنا. التريانجلز فيسز هنا بيقول لك التريانجلز 6912 كونفيرت تو كواد، خلاص حاول لك كل حاجه تو كواد. قال لك في بس 512. ال 512 دول تقريبا زي ما قلت لك هو قدر الامكان، ولكن في حاجات طبعا يعني باي ادونز ما تقدرش انك انت تحولها، لان هي خلاص اوريدي ديفورمد في المش نفسه يعني، تمام. فمحتاجه بقى حاجات معقده علشان تقدر انك انت تحولها لكوادز يعني في الهارد سيرفيس موديلنج وكده. الفايده بقى، طيب الحاجات دي احنا نقدر نعملها في اللي هي الادونز القديمه اللي هي بتاعت المش تول والميرج باي ديستانس يعني. ولكن الميرج باي ديستانس برضو مش بيشيل لك كل حاجه معمول لها دبل، ده بيشيل يعني. احنا لما عملنا ميرج باي ديستانس شال لك 512، هنا شال لك 1022 تقريبا، فمش بيشيل كل حاجه. مش دي بس الفايده اللي موجوده، الفايده اللي موجوده كمان انك انت زي ما قلت لك بعد ما بتخلص النقطتين دول بيبقى في عندك مشاكل. المشاكل دي بسبب ايه؟ بسبب النورمالز وبسبب حاجات تانية يعني. اول حاجه هنا بيقول لك في تشيك نورمالز، ولما تيجي تعمل له تشيك نورمالز هنا بيلاقي في 1536 فيسز محتاجين يتعمل لهم فليب، فبتقول له فيكس نورمالز. فتمام كده، دي مشكله اتحلت. بعد كده يعني بتشيك لو في هولز، تمام. لو بعد الحركات اللي انت عملتها دي ساعات بيسيب لك فيرتسز مش متصله ببعضها يعني، فهنا برضو دي بتحل لك المشكله دي، تمام. لو في حاجة برضو مش متصلة ببعضها او حاجة فيها مشاكل لوز جيومتري، هنا بتقول له ريموف لو في لوز جيومتري. او بدل كل ده بقى يعني، بدل كل هو خلاص المفروض ان ده بقى تمام. بدل كل ده انت تقدر بضغطة واحدة هنا كويك كلين اب، ده بيعمل لك كل الخطوات دي في خطوة واحدة، تمام. فبيسهل عليك كتير، بينجز لك كتير يعني. زي ما قلت لكم الادون حلو، الادون يعني فعال يعني كويس، تمام. بصراحة انا يعني بعد ما جربت الادون ده كذا مرة أه بحب استخدمه بطريقة معينة يعني. ايه هي الادون لما بستخدمه في اكتر من من موديل يعني، بلاقي في مشاكل برضو بتحصل زي دي كده، تمام. انا بعمل ايه بقى؟ نجيب ده كده، ماشي. سكيل سكيل انا بستخدمه ازاي؟ بعمل نفس الحركه الطبيعيه خالص، مش تو كوادز او ترايز تو كوادز. معلش لسه بشرب القهوه بتاعتي فمش فايق بس. وميرج باي ديستانس، تمام. وبعد ما بخلص الحاجتين دول بروح اعمل هنا كويك كلين اب علشان يتشيك النورمالز ويعني يظبط لي بقى باقي الحاجات. هو في الحاله دي هتلاقي، شوف المشكله اللي كانت هنا مش موجوده، والمش عندي نضيف مفيش فيه اي مشاكل، تمام. فانا واخده من جنب شغلي كأداة مساعدة، اللي هو بدل ما انت بتحول المثلثات عندك لكوادز، تمام. وتعمل ميرج باي ديستنس فيحصل عندك مشاكل في النورمالز وكده، فتسبب لك مشاكل في الماتيريال وفي اللايتنج وفي الشادو. انت بعد ما بتخلص الخطوتين دول بتروح مستخدم الادون ده في ان هو ينظف لك اللي بعد الخطوتين دول، ان هو بقى ينظف لك علشان ما يحصلش مشاكل في الماتيريال وكده.